طب يا جدعان احنا دلوقتي في مغامرة جامدة قوي، ودي أول مرة أعملها تقريبا. وسبب إن أنا جاي هنا هو صاحبي معاذ، وهوريهولكوا دلوقتي. هو دلوقتي بيجيب لي سلم عشان نمسك الخفافيش دي. يا جدعان خليكم بصوا معايا كده. بصوا يا جدعان هما مش باينين، هحط لكم صورة ليهم أهم. شايفين؟ المفروض دلوقتي إن أنا مستني السلم يجيلي. تمام، وأنا ما جبتش أي حاجة، أنا دوبك جبت كرتونة بس. المفروض إن أنا أمسكه. وأهم حاجة لازم تعرفوا إن الحاجات دي خطر قوي بجد، محدش يتعامل معاها، لان العضه منه ممكن تجيب لك داء الكلب وحاجات زي دي. طبعا مش بيلزق في الوش ولا اي حاجه، وزي ما انتم شايفين انا واقف مش خايف منهم، لان هم مش هيأذوني غير لو انا مسكت حاجه منهم. فلو مسكته ممكن يعضني، عشان كده هوريكم دلوقتي. معاذ هيصور وانا بمسكهم، فبس كده كملوا معانا الفيديو وتوقعوا هنعمل معاهم ايه يا جدعان. هم حوالي 5 أو 6. يلا بينا دلوقتي يا جدعان. معاذ اهو جاب لنا السلم. يلا بينا بقى نشوف الحوار ده عشان اول مره اجربه. قابل واحد واقف عند ايه؟ واقف عند الباب. واقف عند الباب. بصوا يا جدعان، بصوا المنظر. طبعا كلهم لسه صغيرين. شايفين الباقي بيلعب في الكرتون اهو. بصوا يا جدعان، شايفين الأجنحة؟ ده كله جلد يا جدعان. طبعا دول بالثدييات. تمام، وده غالبا ولد زي ما انتم شايفين. بصوا بجد سبحان الله، شايفين هيموت ويعض. كنت يا جدعان اخيرا مسكته اهو. قرب كده. المفروض ان ده خفاش فاكهه من اكبر انواع الخفافيش، بس انا مش عارف، ده لسه صغير قوي، واحنا مش لاقيين لا مامته ولا اي حد. هو ده بس، ده الوحيد اللي وقع منه وما طارش. الباقي بيطير جوه الكرتونه، ده الوحيد اللي معرفش يطير. بس كده. خلاص رجعنا وحطينا الخفافيش في الحوض بتاعهم وقفلتها بسلك من فوق على ما اعمل لهم مكان. عموما هم طلعوا 7 خفافيش، ولحد دلوقتي انا مش قادر احدد هم خفافيش فاكهه ولا خفافيش حشرات، لان الاتنين يعني هم في حجم متوسط، وفي نفس الوقت ودنهم قصيره وشكلهم شكل خفاش الفاكهه، ولكن هم حجمهم صغير. فانا بجد متلخبط جامد، مش عارف. فاللي يعرف يا جدعان دي صورته وده حجمه، يا ريت يقول لي في الكومنتات. ويا ريت يا جدعان تعملوا اشتراك في القناه عشان قربنا نوصل على 1000، فاضل 200 واحد بس.